انا معترضه جدا على اي حاجه بتيجي في ازازه واحنا نجيب لها ازازه. دي حاجه من جوايا كده، لا انا مش هقدر اعملها. لا ازاز الصوصات انا هجيبها فهنقلها في ازاز، ولا ازازه الزيت بعد ما هجيبها هفضيها في ازازه، ولا ازازه الخل. الحاجات دي موجوده في ازايزها يا جماعه، بتخلص بنرميها. ليه نفضي الحاجه جوه ازازه؟ انا متفهمه ان في ناس بتحب الحاجات دي، بس حرفيا انا مش هعمل كده. فمن البدايه مش هشتريهم. لو انت بقى خلقك بقى وبالك طويل وهتجيبي كل مره تقعدي تغسليها وتمليها تاني ومش عارف ايه، براحتك. انا عن نفسي مش هعمل. دي حلوه بتقطع الخيار فعلا بالشكل ده، ولكن مش عمليه قوي في الاستخدام، وانت خلاص مش مفرتكه الاشكال. يعني قطعت البطيخ دي انا ما شفتهاش بتقطع ولا بطيخه، مهما كان البطيخه قويه جدا، ده احنا بننزل عليها بالسكينه ونفضل نضغط، قويه جدا. فالقطعه دي مش هتقطع، ما بتطلعش معاكي عصير ليمون ولا اي حاجه، ملهاش لازمه. قطعت الموز، في منها اشكال وانواع كتير جدا، كلها ملهاش لازمه. هي بتقطع فعلا وبتخرط وبتعمل كل الكلام ده، بس الموز اصلا ما فيهوش. يعني انت لو سكينه بيبي هتقطعي بيها هتقطع. طبعا دي ينطبق عليها نفس الفكره، مش هنجيب حاجه بتستخدم لفاكهه او لنوع واحد من في منها بتبري الجزر، وفي منها ما بتقدرش تبريه لو الجزريه ناشفه قوي او هي بقت تلمه معاكي. لكن برضو نفس فكره الخيار، يعني انت مش هتستخدميها كتير. لو انت فعلا بتعصلج معاكي البرطمانات هاتي فتحه العلب دي. لكن انت لو واحده ما بيفرقش معاكي وبتستعملي الطرق التقليديه، مثلا ان انت تخبطي الغطا كده تفتحيه كده مش عارف ايه، الطرق دي كلها موجوده، انا عن نفسي بستعملها. لو انت مش هتعرفي جيبي الفتحه دي. كل الحاجات بتاعه تقطيع الخضره وتخريطها فاشله. عندك اللي شبه المخرطه، وعندك اللي هي بتتبرم كده، وعندك مقص الخضار. كل الحاجات دي حرفيا ما بتقطعش الخضار. عايزه حاجه لتقطيع الخضار سهله، يا اما تقطعيه بالسكينه يا اما تقصقصي الخضره بالمقص العادي. القطعه دي شغاله وما فيهاش اي مشكله، لكن ملهاش لازمه تقدري تعمليها بالسكينه. بس لو انت لقيتيها بسعر كويس هاتيها، مفيش. انا مش جايبه فتحه علب عشان كل حاجه بجيبها سهله الفتح. لو انت بتجيبي حاجات بتحتاج فتحه هاتيها. معلقه الايس كريم اللي بتعمل كده دي مش شغاله، المعلقه الثانيه دي هي اللي شغاله، اللي هي العاديه. هرسه الثوم اللي بتعمل كده دي مش عمليه خالص. في بعض الانواع شغاله وفي بعض الانواع فيها مش شغاله. الاحسن ان انت تهرسي الثوم يا اما بالهراسه العاديه اللي هي زي كده، يا اما بتضربيه اصلا في الكبه وبتشيليه في الفريزر وبتستعمليه. المضرب السوسته ده حلو وشغال جدا، بس ما تستعمليهوش في كميه كبيره، تكوني بتضربي حبه صغيرين. زي ما قلت لكم من شويه، كل حاجه للبيض مش ناجحه، كمان كل حاجه بتفصل البياض عن الصفار مش ناجحه، فما تجيبيهاش. انت خلاص مش مفرتكه الحلويات. طب انا بعمل كده وبعمل حلويات وخلاص. تقدري تشيلي البياض من الصفار بالقشره بتاعه البيضه نفسها، ودي انجح طريقه. ملهاش لازمه. هتقطعي الحاجه قد بعضها، اكبر شويه اصغر شويه، ملهاش لازمه حرفيا. برضو اللي بتقطع شرايح البطيخ دي ملهاش اي لازمه. اي فرشه سيليكون محطوطه طول الوقت في الزيت كده وبتاخديها تعملي بيها وترجعي تاني تحطيها في وسط الزيت، دي مش حلوه. الحلو والصح ان انت تجيبي بخاخ للزيت، تبخي مثلا على حاجه بخه زيت. لكن ان انت تبقى الفرشه بتاخديها تمسحي بيها مره الاير فراير، تمسحي بيها مره الجلاش، مره مش عارف ايه، وترجعيها تاني في الزيت، دي حاجه مش حلوه. غير ان الفرشه نفسها بتكون دهون كده على الفرشه، مش حلوه خالص خالص. ما ينفعش تفضلي تحطي من اكل لاكل وترجعيها تاني كده. هتقولي هغسلها كل مره، يبقى خلاص ايه لازمه القطعه نفسها؟ يبقى استخدمي الفرشه العاديه السيليكون والزيت او بخاخ الزيت. هي الزبده كمان عملوا لها علبه. الزبده تقدري تحطيها في اي علبه ثلاجه من عندك، مش لازم تجيبي لها علبه غاليه جدا ملهاش اي لازمه. عسل الافضل تسحبيه بمعلقه خشب او بمعلقه بلاستيك، معلقه عاديه. البتاعه اللي ملولوه دي حرفيا بتهدر معاكي كتير جدا، وبتغسلي كل دوت في العسل كله بيترمي. وبس كده. ودي كانت رفايع ملهاش اي لازمه. في منها شغال وفي منها مش شغال وملوش لازمه، لكن وجودها او عدم وجودها مش هيفرق معانا اي حاجه، هنتجوز من غيرها عادي جدا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، ويلا باي.